السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه يا جدعان؟ بقالنا كتير ما طلعناش طبعا، وعودة اليكم من جديد. معلش يا جدعان والله كنا تعبانين، ولكن رجعنا لكم بفيديو جديد. يعني طبعا اتكلمنا عن ماتش الاهلي والترجي، لا يقول ما اتكلمتش عن ماتش الاهلي والترجي. طبعا الاهلي يعني كسب 1-0 والماتش الحمد لله خلص وعدى الحمد لله. نشوف بقى لما صن داونز يجي قابلنا هنتكلم. ولكن تعال نتكلم دلوقتي على اخر اخبار سوق الانتقالات الجايه دي بقى كده. اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفيه. طبعا بقى يعني سوق انتقالات جامد جدا جدا جدا. طبعا بقى عشان الحلقه دي ورجعنا كده بشكل جميل ورجعنا لكم حلقه جميله، نضغط لايك واشتراك في القناه. يلا بقى نبدا. هنبدا اول حاجه بفقره اخبار وانتقالات تمت الحمد لله. مرموش في صفقه انتقال حر الى اينتراخت فرانكفورت. طبعا صفقه انتقال حر عمر مرموش لاعب المنتخب المصري، اللاعب المصري، اللاعب بتاع نادي فولفسبورج، راح انتقل لنادي اينتراخت فرانكفورت. طبعا انتقال رائع جدا الصراحه، انتقال حلو يعني انك انت اللعيب يعني عامل لعيب عايز يروح وهيلعب وهيعمل شغل كويس. يعني ده انا مبسوط بالموضوع ده ان مرموش بدا يشتغل كويس. ولكن بيجي المنتخب ما بيعملش حاجه، بيجي المنتخب ولا ليه اي فرق، ولا وجوده زي عدمه عادي يعني، مفيش مشاكل يعني. ممكن حسين شحات يلعب احسن منه اصلا. ولكن يعني الحمد لله ان هو اينتراخت فرانكفورت اي نعم برضه اينتراخت فرانكفورت يعني مش هيلعب الموسم الجاي في اي بطوله اوروبيه، ولكن يلا يعني بطوله احسن ما فيش. نقول لكم ارقام بقى مع مرموش السنه دي. لعب 31 ماتش، جايب 7 اجوان وصنع هدف. هداف، لعيب هداف هداف هداف. وبيجي المنتخب يلعب اساسي. يعني انا ما اعرفش ليه الصراحه، يعني 7 اجوان وواحد اسيست في 30 ماتش. هداف، لعيب هداف. ويعني هو لاعب هداف يعني عشان كده احنا بنجيبه. الهداف هداف يا جدعان. ننتقل برضه لتاني خبر. الصفقات تمت خلاص. سكرينيار لاعب انتر ميلان في صفقه انتقال حر الى باريس سان جيرمان. صفقه تمت اصلا من الانتقالات الشتويه. يعني صفقه كويسه جدا لباريس الصراحه. يعني سكرينيار جامد جدا جدا جدا. يعني لا مدافع جامد جدا الصراحه. يعني الصراحه شايفها صفقه ممتازه لباريس. يعني عمل صفقه كده يعني يلعب بقى هو ماركينيوس ده. يعني بصوا هيقطعوا الدنيا في الدفاع كده، هيقطعوا الدنيا الصراحه. ننتقل لثالث خبر وهو انتقال نكونكو، كريستوفر نكونكو الى تشيلسي. طبعا تشيلسي حكايته حكايه، اتكلمنا طبعا عنه. تشيلسي حكايته حكايه، وفيها ميته وتعبت وراحت في داهيه، ويعني قلب مات واخدت عزاء وكل حاجه خالص باظت يعني عندهم. قال لك بقى بيتفاوضوا مع بوتشينو دلوقتي عايزين يجيبوه. سؤال بقى حضرتك ماشي، سؤال. وطبعا في صحف قالت ان هو جاي وكده. بوتشيتينو يعني جايبينه على ايه؟ عمل ايه في حياته بوتشيتينو عشان تروحوا تجيبوه؟ راح باريس بقى معفن، ما عملش حاجه. بس بصوا معاه لعيبه عامله ازاي، ما عملش حاجه. خرج من نص من دور 16 قدام ريال مدريد، هو كان كسبان اصلا، خرج. عندك بوتشيتينو راح توتنهام، عمل حاجه ولا اي حاجه؟ راح نهائي دوري ابطال. الله، لا راجل عالمي. يعني انت معلش بويلي، هل بيجيب مدرب ما بيتكلمش عشان جايب مدرب ما بيتكلمش، ولا ليه في حاجه خالص اللي هو ايه اعمل اللي انت عايزه يا كابتن، ولا في اي حاجه؟ مش عايز صفقات. عايز بص يا عم احنا هنجيب لك ده وده وده وده. لا طب انا عايز ده وده. لا بس عايز شكلك هاتهوله عادي. بس كريستوفر نكونكو بنتكلم الصراحه. كريستوفر نكونكو صفقه ممتازه جدا. كريستوفر نكونكو عامل اداء عالمي جدا في الدوري الالماني. ولكن هل لما يجي في الدوري الانجليزي يعمل حاجه؟ انا بقول لك ممكن صراحه، ممكن. وكريستوفر نكونكو عامل شغل كويس جدا واداء عالمي لنكونكو. فلا نكونكو هيعمل شغل جامد جدا الصراحه. واتوقع يا جدعان نكونكو هيبقى يعني لو لعب كويس وما جاتلوش اصابات وكده ممكن يبقى من هدافين الدوري الموسم الجاي الصراحه. لعيب كويس قوي الصراحه. ننتقل بقى لرابع خبر. لا انتقالات قد تمت. مين تاني يا جدعان؟ اخبار انتقالات تمت السنه دي ويعني حصلت الحمد لله، او ما تمتش ماشي بتتم كده. بيلينجهام الى ريال مدريد. ده انا بقول لك انها تمت، خدها مني بقى، هي لسه بتتم الصراحه. ولكن يعني ايه يا عم ريال مدريد كفاكه وفي خط نص يا اخي. تشاوميني وي 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 روح يا ابني هات بيلينجهام يا ابني، ما تسيب بيلينجهام في حاله. وبعدين الصراحه انا ما بطمنش انا الحوارات دي. انا بحب ريال مدريد لما يروح يجيب لعيب مش على الانظار، بتبقى احسن الصراحه والله العظيم. يعني شاوميني ما كانش حد عارفه، راح جابه وعمل شغل كويس، مش قوي يعني ولكن عمل شغل كويس. بس يعني لا الصراحه بلينجهام يا عم سيبوه خليه في بوسع دورتموند وسيبوه يا عم، سيبونا. يعني اللعيب الصراحه يعني جامد قوي الصراحه وعمل شغل عالمي. في حد داسلك على طرف؟ في حد داسلك على طرف عشان خسرت دوري الابطال وخسرت الدوري مره يا ابني؟ من نفسنا يا اخي راح تجيب بلينجهام. معلش اموت واجيب بلينجهام بقى قدامي تحت رجلي. الخبر الرابع وهو يعني بصوا دي بقى خبر يعني ممكن مفيش حد ثاني يعرفه، ولكن يعني اللاعب العربي موسى التعمري اللاعب الاردني انتقل الى نادي مونبلييه في فرنسا.
ده شيء يعني كويس جدا، ما انتقال كويس جدا لموسى التعمى، يعني كان بيلعب في بلجيكا الصراحه، لعيب حلو قوي الصراحه. كويس ان هو راح، كان بيقول لك جاي الاهلي، الحمد لله ان هو ما جاش. خليه بقى، خليك بقى مش عايزين حد يجي مصر خالص، مش تسيب لك تسيب اوروبا عشان تيجي تلعب في مصر. ما فيش غير بس اللي سابنا عشان كان اساسا ما كانش بيلعب، ويعني بسم الله ما شاء الله فبشكل كبير. شفت يا جدعان لعيب جاي من اوروبا من انجلترا عمل ايه؟ ده احنا لا يعني لنا الله والله العظيم. انا طبعا خبر كمان عبد الحميد صابري لاعب المنتخب المغربي انتقل لفيورنتينا الايطالي. طبعا حاجه جامده جدا جدا جدا، وانتقال مميز جدا لعبد الحميد صابري. صابري طبعا كان جاي له اخبار ان هو كان بتقول راح ان هو رايح مثلا لاتزيو، وراح فرقه زي ليون، كل ده كانت اهتماماته كده، ولكن طبعا في الاخر راح في فيورنتينا. وده شيء كويس صح، انه يلعب مع مرابط لو ما مشيش. ويعني فيورنتينا برضه يعني حاجه قليله، قبل ما يبقى يطلع بقى على الرغم مش هيطلع من فرقه صغيره ينط نطه مره واحده كده. ننتقل بقى للاخبار الشائكه ولا يعني كل حاجه. خبر انتقال رونالدو الى بايرن ميونخ. طبعا رونالدو حواراته كترت بقى، اهلك السعوديه وقلنا بقى الواد مات هناك. اتعرض على بايرن ميونخ ان هم يجيبوا رونالدو. هل بايرن ميونخ، طبعا بايرن ميونخ قبل ما رونالدو يروح السعوديه كان لا مش عايزين، ما مش هنجيب اساسا رونالدو. مين رونالدو ده؟ مين رونالدو اللاعب المعفن ده؟ اللاعب المعفن ده لا خالص. تخيل اللاعب المعفن ده دايس على وشهم ودايس على قفاهم ودايس على كل حاجه عندهم لما كان معاه مدريد. والله تخيل بقى. ما مش هجيبه، ما قال لك مش هيجيبه طبعا. ولكن دلوقتي اتعرض عليهم ان هو يجي لبايرن ميونخ. طبعا انا بشوف الصفقه دي صفقه لا مش كويسه. يعني انا قلت لك ان صفقه انتقال رونالدو للنصر السعودي كانت صفقه كويسه جدا. انك تنتقل بقى للسعوديه تاني لاوروبا تانيه صراحه لا. يعني انت دلوقتي انت في اوروبا اصلا، في السعوديه اصلا مش عارف تعمل حاجه. مش جامد قوي كده، يعني مش زي ما انت كنت الناس كانت متوقعه. الناس كانت متوقعه ان رونالدو يروح الدوري السعودي ده هيجيب في الجول ماتش الواحد 10 اجوان. والله الناس كانت متوقعه كده. كل يوم هاتك بدا في اول 10 ماتشات تك 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 الوان، ولا اول 5 ماتشات تك انا جامد بقى، انا الجامد. روح ما فيش حاجه تاني، ما فيش حد سمع تاني بعد الماتشات دي، ما عملش حاجه تاني خالص. ما فيش حد بقى يسمع عنه حاجه. ده هجيب من ضربات جزاء بس يعني. ولكن هل رونالدو هينتقل لبايرن ميونخ؟ ده طبعا خبر منتشر دلوقتي، والخبر ده الصراحه قد يكون له عامل حسم وكده، ولكن اعتقد بايرن ميونخ مش هيجيبه. هو رونالدو ممكن يرجع، نفسه منى عينه انه يرجع، زهق من السعوديه وزهق من الناس المعفنه دي، مين القرف دول. نفسه انه يرجع، ولكن هل بايرن ميونخ هيجيبه؟ ما اعتقدش صح، ما اعتقدش عن رونالدو والله العظيم، ما اعتقدش خالص. الخبر الثاني وهو خبر انتقال كيميتش الى برشلونه. طبعا الخبر ده طلع عشان كيميتش ما كانش سعيد في بايرن ميونخ، وليفاندوسكي صاحب كيميتش او كده كده الحب الشيء. قال لك بقى ان ليفاندوسكي هيسهل عمليه انتقال كيميتش لبرشلونه، برشلونه عايز كيميتش برضه. هل ده يعني حاجه كويسه؟ طبعا. انت كيميتش ده بيلعب باك يمين ومدافع وخط نص، ايه مش عايزينه؟ طبعا عايزينه حبيبي يجي، وانا ما عنديش مشاكل. ده قمر وقلب وكل حاجه، ولكن بايرن بيجي عندنا احنا واقف زي اللقمه في الزور كده. يعني ايه يا بايرن؟ ما تسيبوا كيميتش يا اخي. ما انتوا معاكم تروحوا تجيبوا كيميتش واللي احسن من كيميتش. ممكن تروحوا تجيبوا كازيميرو عادي، وفي اخبار بتقول ان هم عايزين يروحوا يجيبوا كازيميرو. ايه جت عندنا وخلاص شكرا، جت عندنا وقفت، سيبوها يا عم سيبوه. روحوا هاتوا كازيميرو اللي انتوا فرحانين بيه، روحوا هاتوا يا عم، روحوا هاتوا كازيميرو، سيبوا لنا احنا كده، سيبوه لنا، ده حبيبنا. هو بيحبنا اصلا، الواد كتالوني وبيحب كاتالونيا وبيحب كل حاجه فينا. سيبوه بقى، يعني عايز يروح لفريق بطل دوري، مش فريق لسه بينافس على الدوري بتاعه، ولا ايه يا كابتن؟ بس عشان بلاش المسخره دي. قصدي يعني ان لا صح كيميتش صفقه هتبقى كويسه جدا. يا سلام لو لابورتا يجيبه، تبقى حاجه يعني فوق الخيال. عم لابورتا تبقى عملت الجميل وزياده والله العظيم. خبر كمان بقى وهو خبر ميسي. خبر ميسي وهو هل ينتقل ميسي الى السعوديه ام يرجع لبرشلونه؟ خبر ميسي بقى ان هو يرجع ده موضوع ان ميسي عايز يروح برشلونه، او برشلونه عايز ميسي، وميسي عايز يرجع برشلونه مش عايز يروح السعوديه. ماشي، يعني معود على السعوديه وكده، وناس كانت بتقول انه خلص وكده، ولكن مش عايز يروح السعوديه دلوقتي. تمام عشان لسه 34 سنه، قال لك ممكن اروح العب سنتين مثلا واعتزل هناك ولا حاجه، او ارجع السعوديه بقى لو عايز العب. ولكن فريق المشكله من الموضوع اللي هو بتاع برشلونه ده، ان برشلونه ميسي براتب لاعبين من برشلونه، مراتب 3 لعيبه ولا لاعبين من برشلونه، عايز راتب لوحده، راتب كده حاجه كبيره قوي لبرشلونه. عشان كده بيكي يتكل على الله، بوسكيتس اتكل على الله الحمد لله، وبقول لك بقى ممكن امشي ديونج. انا من رايي الموضوع ده غلط.
ما ينفعش ديونج يمشي خط احمر، ديونج خط احمر مش هينفع يمشي خالص. ممكن رافينها، بيقول لك رافينيا ان هو هيمشي، ممكن ايريك جارسيا، كل دول لعيبه قربت انها تمشي من برشلونه عشان يسهلوا عمليه انتقال ميسي لبرشلونه. لو ما عرفناش شكرا، ميسي هيروح السعوديه وشكرا، ما فيش اي مشاكل، عشان هو مش تقريبا بنسبه كبيره مش هيروح في باريس، عشان خلاص يعني هم قفلوا منه خلاص، فرنسا قفلوا منه الصراحه. ولكن هل بقى ميسي هيقدر يعني هل برشلونه يقدر يوفر الموضوع ده لميسي؟ ممكن شويه. رايي انا في انتقال ميسي لبرشلونه ده طبعا شيء كويس جدا، وانا هنبسط جدا لو ميسي يرجع برشلونه. هتقول ان حاجه كبيره يعني انت ترجع ميسي وانت يعني بتبني من فريق من شباب، ولكن ده يبقى خبره لوسطيهم. ميسي في اي وقت حتى عنده لو عنده 36 سنه وهيلعب على الواقف هيكسبك، انا هاته يا عم نزله مفيش مشاكل. يعني حتى بقول لك لو عنده 36 سنه وبيلعب على الواقف وما بيعملش حاجه وما بيجريش، نزله. ده لعيب يا جدعان ما يطلعش من الملعب. والله انت لو عندك ميسي في فرقتك يعني تفرق كتير، تفرق كتير قوي. والخبر ده الصراحه لو تمت تبقى حاجه جامده جدا. لو تمت يبقى حاجه فضل من الله، فضل من الله وكبير وكل حاجه والله العظيم. تخيل بقى، تخيل بقى، ولا ايه؟ ولا ايه يا عم اسمك ايه؟ ولا ايه يا عم ابوطه؟ ولا ايه؟ عمال نقول لك كيميتش ومش عارف ايه. ميسي، ميسي يا كابتن، هات ميسي كده في ديل كيميتش وكل حاجه هتعدي وكل حاجه هتحصل يعني مش مشاكل. ولا ايه يا كابتن؟ ولا ايه؟ انا حاسك كده مش مقتنع. خبر كمان بقى وهي شكوك انتقال هاري كين لمان يونايتد وبايرن. طبعا الاخبار اللي بتطلع كل سنه كل سنه هاري كين رايح مان يونايتد ولا بايرن. بايرن عايز يجيب هاري كين، بايرن بيلفت نظر هاري كين، بايرن بيحسس على هاري. كل ده بتحصل، وكل الموضوع ده بيحصل ومفيش اي مشاكل ولا أي حاجه بتحصل خالص. مفيش اي حاجه بتحصل، كل الكلام ده هبد يا جدعان. مفيش حد، ما خلوش حد بس يضحك عليه كده. الكلام ده كله هبد والله العظيم ولا حاجه بتحصل. احنا بس في شاطرين نطلع نقول الكلام ده. يا ابني اللعيب ده قريب جدا جدا جدا، خبر قوسين او ادنى من بايرن ميونخ، وفي الاخر يفضل في توتنهام وهو معاش في توتنهام. بيحب توتنهام كده. لا انا حابب ان انا العب في توتنهام. ليه يا كابتن؟ بتحب توتنهام في ايه؟ وبتحب القرف ده في ايه؟ توتنهام فرقه ما فيش خالص خالص يا جدعان والله العظيم. هل بقى ممكن ينتقل؟ ممكن صراحه، ممكن السنه دي. اصل توتنهام بقى خلاص يا جدعان، جابوا اخرهم ما فيش خالص. وبقول لك دلوقتي ان هم ممكن يروحوا يجيبوا لويس انريكي. هل ده يا ممكن والله ان لويس انريكي يروح توتنهام، وده هتبقى كويسه جدا. لو جابوا لويس انريكي هتبقى حاجه كويسه جدا وفرقه ونقله في النادي. والله العظيم لويس انريكي مدرب عالي وشغل كويس، ولكن هل هيروحوا يجيبوه؟ الاداره بتاعتهم دي اللي هي سايبه الفريق. قال لك بقى كونتي جابوا ده كونتي الراجل القمر وكل حاجه. الفرقه ما كسبتش ولا بطوله ولا اي حاجه، وكنت راح طلع فضحهم وكل حاجه. خلاص قفلوها. سؤال بقى، هل هي فرقه ماشي او اي حد عايز يكسب بطوله بوجود لينجلي مدافع دافيدسون سانشيز المدافع الكولومبي ده؟ دول اتنين ما يا جدعان، ايه ده اتنين مدافعين معفنين. ايميرسون رويال، مين دول؟ مين ده ومين دول ومين القرف ده كله يا جدعان؟ هم الهجوم بتاعهم اللي كويس بس. عندك دانجوما، وعندك هاري كين، وعندك اسمه ايه سون. هم دول بس الهجوم بتاعهم اللي جامد. الدفاع بتاعهم وكل حاجه والحارس بتاعهم لويس وحش برضه كمان. يعني انت بتفكرني لويس ده معفن ملوش فيها خالص يا جدعان. ده كانت حلقه بتاعتنا النهارده، الجزء الاول عن اخر اخبار انتقالات اخر اخبار الانتقالات بتاعت سوق الصيفي، سوق الانتقالات الصيفي. لا عجبك الفيديو ما تنساش في القناه، ويعني قولوا لنا ايه رايكم في الحلقه دي، ولو في عايزين جزء تاني طبعا تحت خدامك. ولكن شوف بس اللي حصل. وكان ممكن كمان كام يوم تلاقوا فيديو نزل عن دوري الابطال. كان فيديو نزل عن دوري الابطال كنت مصوره من يعني يوم الخميس. يعني لو عجبك الفيديو طبعا ده، ولو شفت الفيديو ده يعني ما استغاش، لا انا كنت مصوره وهنزله ان شاء الله بعدين. لا عجبك ما تنساش في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.